الترند العالمي في التجميل حاليا هو اللوك الطبيعي. الحقيقه انا بعشق الترند ده، لان اصلا المغزى من جراحه التجميل يا جماعه هو الرجوع للطبيعه، لان دايما الطبيعه هي الاجمل في جميع الاوقات والاحوال. من اهم الحاجات اللي احنا بتساعدنا ان احنا نوصل للوك الطبيعي ده من غير جراحه، انا عارف انك بتحبه من غير جراحه، دي هو الفيلر والبوتوكس. الفيلر بنقدر نستخدمه ان احنا نعمل امتلاء خفيف في الوش، ممكن نعمل كونتور ما بين الخدود، اعلى الخد واسفل الخد، نحط شويه فيلر خفيف كده في الشفايف ونعمل كونتور ورسم للشفايف طبيعيه يدينا الشكل الطبيعي اللي احنا عايزينه. برضه البوتوكس بنستخدمه علشان التجاعيد اللي بتبقى موجوده في مقدمه الجبهه وحوالين العين، من غير افوره، من غير ما نعمل ماسك فيس، لا تقدري تعبري ويبقى الشكل الطبيعي ويبقى الشكل حلو وجميل وسيمبل. من العمليات برضه اللي احنا بنستخدمها بقى في جراحه التجميل، احنا خلصنا الجزء الغير جراحي، لا في جزء بقى الجراحي اللي هو عباره عن العمليات احنا بنستعملها سواء كانت في الوجه او في الجسم. انا في جميع الاحوال بعتبر الجسم كله سواء كان الوجه او الجسم عباره عن لوحه فنيه، واللوحه الفنيه دي محتاجه ان كل جزء فيها يكون متناسب ومتناغم مع بقيه الاجزاء الثانيه اللي موجوده عشان نوصل في الاخر للوك طبيعي من غير افوره. اللي عايز اقوله يا جماعه قبل ما اختم الفيديو ده، ان برضه جمالك مش بيعتمد بس على جراحه التجميل، لا بيعتمد عليك انت كمان، بيعتمد على اللايف ستايل بتاعك، بيعتمد انت بتعملي رياضه ولا ما بتعمليش، بتاكلي هيلثي فود ولا لا، تشربي ميه ولا لا. الحاجات دي كلها بتحسن في صحتنا، بتحسن في شكلنا الخارجي. وبرضه عايز اقول لكم يا جماعه لازم مهم قوي انك تختاروا دكتور التجميل المناسب اللي يعمل لكم العمليه، وخليكي دايما طبيعيه، خليكي دايما نفسك، خليكي دايما انت، لان انت احلى في جميع الاحوال.